حابب تقول انا متجوز اسمك؟ من. لا. المكالمة مذاعة على الهوا، موافق بالإذاعة؟ اتفضل. 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 مشكلتك ايه؟ ها. مشكلتي انا كنت كبير اخواتي. امم. اكبر اخواتي. تمام. وربيت اخواتي وجوزتهم كل حاجه، وابوي وامي وكان في البيت، وكنت شقيان عليهم. وتعبت. وتعبت لما قلت بس وصلت ل 50 سنه. وامي متجوزه بنت اختها الود اختي، وجايبه بنت اختها الثانيه اثنين في البيت. وتحدوا مراتي. تحدوا مراتي في البيت، فاهماني يا دكتوره؟ يعني مامتك جايبه ولاد اخوك ولا ولاد اختك؟ لا، امي متجوزه بنات هي اختي. بنات اختي. اختك؟ لا، اختها هي واخده بنتي. اختها واخده بنتي، وجايبه بنات اخواتي، بنات اختها في البيت عند واخدين اخواتي الرجال. وبعدين؟ فاهمان؟ وبعدين طبعا ايه، خصموني انا، كل البيت خصمني. وعشان اجي اصالح امي ما ترضاش تصلح معي، ويقول انا مش راضي عنك. فاهماني؟ فهماك. مش راضي، انا من الصعيد. انت منين من الصعيد؟ من جني. من جني، احسن ناس. الله يبارك فيك يا دكتور، والله انا بسمع كل يوم والله. ده يشرفني والله، ربنا يجازيك. والله كل يوم اسمعك والله. طيب يعني امك كانت عملت لك مشكله بينك وبين مراتك؟ حريم اخواتي عمل مشكله بيني وبين امي. واخوي اللي واخد بنت خالته دي، يعني بنت خالته واخدي. اللي هي بنت خالتك انت كمان؟ لا، بنت خالتي انا برضه. بس انا متجوز من ناحيه ثانيه يعني. وبعدين انا خايف غير من الذنب، خايف غير من ربنا بس. ليه؟ انت عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، كل ما اجي تقول لي طلق مرتك، انا ما معيش، ظروفي تعباني. طب هم عايزينك تطلق مرتك ليه؟ مش بقالها عشره معاك الست؟ بلاها مخلف 3 بنات وولد منها. طب وليه عايزين يطلقوك؟ عشان عيال بنات اختها في البيت. يعني هم ما بقوش حابينها فعايزينك تطلقها؟ ايوه كده. طب وانت هتسمع هتسمع كلامهم وتخرب بيتك؟ طب ما انا والمعنى ظروفي انا تعبانه، انا ما اقدرش اتجوز ثاني. ولو ظروفك مش تعبانه هتستغنى عن ام عيالك ليه؟ هي عملت حاجه لا، غلط؟ ما اقدرش استغني. وكل ما اجيب له حاجه من الخارج تعودها ثاني. ابعت لها حد اروح لها البيت، قال البيت ما تخشش البيت ثاني، خلاص عزلوني على جنب بعيد. ده اهلك؟ ده اهلي وابوي وامي واخواتي. يعني هم ما ادونيش ولا حاجه والله. قطعوك نعم. قطعوك تماما عشان انت لسه محتفظ بالست دي وما طلقتهاش. ايوه كده، عشان العيال انا صغيره، مربي عيال صغيره وبتاع، وظروفي تعباني، وما يعني انا ما قدرش اعمل اي حاجه معاهم. طيب هي الست دي عملت حاجه تستحق كل ده؟ لا، سامع كلام اخوي اللي واخده بنت اختي. ايوه يعني عملت سامع حاجه. كلام. هو ده بس ذنبها انها بتسمع كلام اخوها؟ مين ست معيني؟ مراتك عملت حاجه؟ لا، ست معينه ما عملتش مشاكل معاهم. يعني هم عايزينك تطلقها كده من الباب للطاق؟ المهم كارهينها وخلاص، ما رضيش ولا عايز اطلقها ولا اعملها. جبت لامي ذهب وفلوس عشان تقبلها، ما قبلتهاش. وكنت في الغربه. وتوفت. مامتك اتوفت؟ ايوه توفت. وبعدين انا خايف من الذنب. انا ما اصلي الفجر حاضر. ربنا يا رب يتقبل منك. طب فين الذنب؟ انت ما عملتش حاجه. لا، ما عملتش حاجه، بس كارهين مرتي وواخدين ذنب مرتي طيب بيني. هم اللي غلط مش انت. وحتى امك طلبها كان غلط. يعني امك كانت عايزاك تخرب بيتك. طب والولاد ذنبهم ايه؟ الولاد ذنبهم ايه؟ هي عندها موقف معاها او زعلانه منها؟ ولادك ذنبهم زعلانه منها. ولادك ذنبهم ايه؟ وهو الحلول بقت بخراب البيوت دلوقتي. بخراب البيوت، تخرب البيت يبقى في حل، ما فيش حل. لا طبعا هم اللي كانوا غلط، فانت ما تشيلش الذنب. مامتك دلوقتي في دار الحق وربنا يغفر لها يا رب. يعني ربنا يغفر لها.
ما هي كانت سامعه الكلام وتقول انا مش هرضي عليك ده ما طلقتش مرتك. لا طبعا، لا ما ينفعش عشان تاخد رضاها تخرب بيتك. مين قال كده؟ مم. الدين ما قالش كده. مراتك ليها حق وولادك ليهم حق زي ما امك ليها حق. فانت ما ينفعش كنت ده تسمع، بايه؟ ما كانش ينفع تسمع كلامها في الباطل طالما انت بنفسك بتقول مراتي ما عملتش حاجه وما تستحقش ان اسيبها. ما عملش حاجه، كان يعني مناقشات الحريم مع بعضها في البيوت طيب ما ده زي ما عارفه بيوت بيحصل، الصعيد. بيحصل في كل بيت العيله. البيوت، بيحصل في بيت كل العيله. البيوت، وبيوت العيله مليانه. نروح الحل ان احنا نطلق واحده بقالها بقى يعني منها 4 عيال، جبنا منها 4 عيال. ده ما اسمع يعني ما اسمع كل يوم انا والله. وانت على راسي، بس انا مش عايزاك. والله ما اسمع كل ما يوم وانت ينفعش. دكتوره محترمه. الله يخليك، ما ينفعش نسمع والله. كلام حد في الباطل حتى لو اقرب الناس لينا. ممكن طيب، عشان هي امك وليها احترامها ورحمه الله عليها كنت تعملها بالمعروف باللين، لكن ما تسمعش كلامها في الباطل وفي الظلم. ما اذا كان عايزه مثلا تخرب على مرتي وانا ظروفي تعبانه. لا طبعا، وحتى لو ظروفك مش تعبانه، وحتى لو معاك انك تتجوز تاني، ليه تظلم واحده؟ ليه تظلم؟ وهم حتى لو جوزوني تاني هيقولوا اتجوز من نفسك، معكش فلوس، ما وبرضه معكش من الجواز. ولو ضايقتهم هيطلقوك. ما ولو ما ضايقتهم ينفعش. هيطلقوا. وده ما ينفعش. والعيال، انتوا ناسيين العيال؟ ناسيين ان في عيال؟ انت اكيد عيالك يعني البنات كبرت وبقت عرايس. البنات على وش جواز دلوقتي 3. طيب يبقى نجوزهم ونفرح بيهم ولا نطلق امهم؟ طب انا هي اللي اعمل، كارهين مرتي وكارهين عيالي وكارهين كل حاجه. خلاص هم احرار، وانت مرتك وعيالك، ولو ليك حق في ورثك من امك او اي حاجه اتكلم. ما رضيش، جردوني من كل حاجه. خلاص يعوض ربنا عليك مكسبك الحقيقي، اسرتك وبيتك وعيالك. لكن هم ما ينفعش عشان خاطر مشكله خلاف حريم يخربوا بيت. ومش اي مشكله نطلقها وريحنا منها ونجيب ستها، ده حرام. يعني امك ما كانتش ترضى ده على بنتها، ولا ابوك يرضى ده على بنته. لما هو خايف يتعارك مع بناتها في البيت، بنتها في البيت، البت في البيت يتعارك معاها، يتعارك مع بنتها هناك. برضه الحل يعني مش الطلاق. ايا كان عمر ما كان الحل في خراب البيوت. عمر ما كان الحل في خراب البيوت، وما ينفعش حد يسعى في خراب بيوت، وما ينفعش حد يساعد حد انه يخرب بيته. وابوي برضه جاي معاهم، ابوي بس راجل طيب يعني. لا انت روح لابوك وقول له لا شخصيه ما رضيش يكلمني، شخصيه معدومه. حاول معاه تاني وتالت ورابع وقول له ده انا عندي ولايه وكبروا وبقوا عرايس، ازاي اطلقها؟ والناس اللي لما يجوا يتقدموا لبناتي ومهما كان ذنبها، وحاول تراضي الامور. لو تقدر هي مراتك تيجي على نفسها وتروح تراضي الحريم اللي متضايقين منها قوي كده، دي خدها وخليها. لا قبل لما توفت والدتي. لما توفت والدتي واحد من اخواتي قال ما تخش عندنا تاني البيت. يا ابوي عاد تروح حتى تسامحني. ليه عملت الكل ده؟ عملته مش عارف والله. ايه الدماغ الناشفه دي؟ ده العفو عند المقدره يعني. ويا بخت من قدر وعرف في ايه؟ يعني عشان تروح تقول لها انا مسامحاكي بس. عشان هي ظلمتها شويه وتقول لها انا عايزه تروح تسامحني، ما رضيش يخليها تخش البيت. خلاص تمسك بمراتك وعيالك وربنا يبارك لك فيهم يا رب. وما ينفعش حد يحرض حد على خراب البيوت. وهقولها مليون مرة، برك بأهلك أبوك بأمك ملوش علاقة بظلمك لمراتك. ربنا أحل الزواج ومثنى وثلاث ورباع، وأحل إن الراجل يتزوج، لكن حرم الظلم. ربنا كان شرطه أو طلبه مننا كان طلب مباشر، العدل. وأن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. مش هتعرف تعدل فهي واحدة. فربنا حرم الظلم للزوجة. حتى لو انت عايز تاخد حق من حقوقك ربنا شرعهولك. قال لك الحلال انك تتزوج، لكن الحرام انك تظلم. فما ينفعش تظلم مراتك الأولى، أو أهلك شايفين واخدين منها موقف ومتخانقين معاها فروح طلقها. وده بيحصل في بيوت كتير، لمجرد إن أنا كاره فلانة أو إحنا كارهينها أو مش شبهنا أو ما مش بتمشي على هوانا أو ما بتقعدش في القعدات بتاعتنا وتنم معانا أو فيبتدي جواهم لا دي مش شبهنا فطلقها. دي جبتها لنا من أني داهية، دي إمتى نخلص منها؟ ده بيحصل. الكلام ده بيتقال بالنص. جبتها لنا من أني داهية، دي مش شبهنا، ايه القرف ده؟ انت كنت تستاهل ستها. طلقها انت بس واحنا نجوزك احسن منها، طلقها انت بس واحنا نجيب لك الواحده اللي ملهاش زي. واكن الطلاق سهل، واكن العيال اللي بيجوا الدنيا ده عادي انه يتشردوا وبيوتهم تتخرب. اي حد بيسعى في خراب بيت ربنا هيخرب بيتك.
عمرك ما هتتهنى بالحرام، عمرك ما هتتهنى وانت ماشي في طريق في حرام وفي غضب لربنا، عمرك ما هتتهنى وانت بتعين بني ادم على ظلم بني ادم تاني، عمرك ما هتتهنى وانت بتعمل بكل قوتك انك انت تشعوذ الدنيا او تخلي حد كاره حد ويروح يعمل فيه مصيبة، والاخر انا ما عملتش حاجة، انا بقول رأيي. لا، رأيك احتفظ بيه لنفسك. عندك كلمة طيبة قولها، عندك كلمة تجبر الخاطر قولها، ما عندكش اسكت او اسكتي، لكن ما تقولوش طلقها. انتوا كارهينها خلاص خدوا موقف، لكن ما تقولوش طلقها، ولو ما طلقهاش يبقى خارج عن طاعكم وتمنعوه من ميراثه وتمنعوها تدخل البيت. ليه؟ ليه؟ الدنيا دي بطولها وبعرضها هتخلص، وفي الاخر عند ربنا بعزته وجلاله وحكمته ما تساويش جناح بعوضة. واحنا بنعمل ايه؟ بنعمل ليه كده؟ بنستفيد ايه؟ اي واحد سمعني دلوقتي وبيظلم او بيمسك صاحبه او جاره او اخته بيقعد يسخنها على جوزها او يقولها انت ازاي مستحمله العيشه دي، على فكره في ستات كتير مستحمله، اللي بيخليها ما تستحملش وتتطلق شياطين الانس اللي حواليها، اللي بيمسكوا قدامها يقعدوا يقولوا لها انت ازاي مستحمله، انت ازاي قابله على نفسك كده، انت ازاي راضيه، انت ازاي ايه العيشه الصعبه دي، هو ايه ده ما رضاش يجيب لك كذا، هو ما رضاش يعمل لك كذا، ازاي ده، ازاي ده انا المفروض يعمل لك. يا ستي انت مالك، انت مالك. ورجاله كتير نفس الكلام، ده انا مراتي احسن واحده، ده انا مراتي بتعملي، انت ازاي مراتك، انت ازاي قابل انك مراتك تعمل فيك كده، ازاي قابل ان هي بتشتغل، ازاي قابل انها ما بتعملكش اكل. يكون الراجل راضي بعيشته والست راضيه بعيشتها، بس يظهروا ناس كده من تحت الارض شياطين يقعدوا يلعبوا في دماغهم، فيبتدي الحياه تبوظ ونبتدي نكره النعمه وننسى الموجود ونفضل ندور على المفقود. اتقوا الله واتقوا الله في تصرفاتكم، والاهالي تتقي الله. اختلفتي مع مرات ابنك مش حباها، مش حاساها شبهك، ابنك حبيبها ومريحاه، ربنا يهنيهم، وابنك هيفضل ابنك وهيفضل ابنك طول ما انتي بتتعاملي بما يرضي الله. لكن لما تظلمي اوعي تفتكري ولا تستني بر، ما انتي اللي ظلمتي. والكلام للجميع، الكلام للجميع، ارجوكم خلي فيه اخلاق، اعرفوا دينكم. الدين شرح كل حاجه وبسط كل حاجه، ولو اتعاملنا في معاملاتنا اليوميه من اول ما بنصحى لحد ما ننام بالدين وبربنا مش هيبقى فيه مشاكل. المشاكل بتيجي من بعدنا عن ربنا، بننسى وفاكرين الدنيا دايمه، بننسى ان هيجي لحظه مش هينفعنا غير عملنا، مش هيبقى معانا غير قماشه ملفوفين بيها الكفن وعملنا وشكرا. افتكروا اللحظه دي قبل فوات الاوان. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.